السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم على السلحفة الجديدة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي، بندقة. السلحفة دي جايه لي تبني، وكنا لسه بقى بنستلمها، فحبيت ان انا اصور النهارده 8/9. حبيت اصور اول لحظة واحنا بنستلمها. النهارده بقى تاني يوم، هي جات لي بالليل فنامت، سبتها تنام في الكرتونة، والنهارده بقى تاني يوم. حبيت اصورها لكم واعرفكم عليها واقول لكم الحكاية بتاعتها، وكمان عشان اصحابها يطمنوا عليها لانهم بيحبوها جدا جدا. بجد فعلا تربية السلاحف من اجمل التربية اللي ممكن الواحد يربيها عنده في البيت. تمام. فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. وزي ما حضراتكم شايفين كده، هي أخدت عليا على طول، ما خفتش مني خالص. وأنا كنت سعيدة جدا بالموضوع ده، لأن زي ما حضراتكم عارفين السلاحف المصري بتبقى خجولة وبتاخد وقت كبير عشان تتأقلم على البيت الجديد اللي هي راحت له عن السلاحف اليوناني. بس ما شاء الله، السلحفة بندقة طعمة ولذيذة هي برضو. يعني ايه، انا عمالة بعملها الحركات دي في الصدفة بحسسها بالأمان مش أكتر. فهي ما شاء الله لقيتها جريئة وزيها زي اليوناني، ما حسيتش بفرق بصراحة. أنا برضو ما جبت زقزوقة أكلت عندي أول يوم، وزقزوق ما فيش إلا زيزي بس اللي تعبتني شوية. قعدت حوالي 10 أيام عشان تاكل، بس زيزي طبعا كان وضعها مختلف، كانت صغيرة في الحجم، وكمان كانت جاية تعبانة، كان تقريبا يعني انا كنت شرحت لكم كل حاجة في الفيديو اياميها، بس ده مش موضوعنا. احنا نرجع بقى للسلحفة الجميلة بندقة الطعمة دي. طبعا دي كان جايبينها لحفيدهم هدية في عيد ميلاده محمد، وبيدلعوه بيقولوا له يا ميدو. فطبعا سابوها عندهم. فطبعا كان جده هشام هو اللي بيهتم بالسلحفة كتير جدا، لان جدته كانت بتخاف من السلاحف. هي كانت بتحبها وكل حاجة، بس بتقولي انا ما بقدرش ان انا المسهم او اتعامل معاهم او كده. فجده هو اللي كان بيهتم بالسلحفة في اكلها وفي كل حاجة. تمام. السلحفة قعدت عندهم سنة، كلهم بيحبوها جدا وكلهم بيهتموا بيها ما شاء الله. بس جدة ميدو لاحظت ان السلحفة عندها ديدان لما عملت حمام. فطبعا هي في الوقت ده قررت ان هي تطلعها تبني، وقالت ان هي فكرت تديها لي عشان اوه عملت حمام هي بس خايفة. لان برضو اول ما جبت زقزوع عندي عملت حمام مية بكمية كبيرة جدا يعني. فتقريبا ده بيبقى من الخوف او ايه، الله اعلم. المهم نرجع لموضوعنا تاني. فهي قررت ان هي تديها لي عشان انا اعالجها من موضوع ديدان، لان هم خدوها فعلا نزلوها الدكتور بيطري، وهي بتقولي ادانا دواء كده على شكل كيس بودر، وقال لنا نديهولها. بس انا فضلت ان ايه، ان هي فضلت ان هي تديها لي. قالت لي انا عارفه ان انتي بتحبي السلاحف جدا وهتقدري تراعيها اكتر وعندك شمس. هي ما عندهاش شمس في الشقه، عندها شمس فوق السطح. فقالت لي يعني اكتر واحده هتقدري تراعيها وتعالجيها يعني قالت مدام نانا وكده. وانا طبعا رحبت بالموضوع، لان الموضوع ده فيه ثواب يعني كبير عند ربنا. انا هنا طبعا غيرت المفرش، استنيت شويه بس ما تكمل الحمام بتاعها وغيرت المفرش عادي. طبعا السلاحف المصري اللي هي الصحراوي، في ناس بيقولوا عليها صحراوي، في ناس بيقولوا عليها مصري. يعني هادية، أهدى شوية من اليوناني، وتحسوها رقيقة. حتى الحمام بتاعها سواء بول أو براز بيبقى مش حجمه كبير قوي زي اليوناني. كمان بتبقى هادية جدا في حركتها وفي تصرفاتها. فيعني ما بتحسوش ان انتوا مربيين سلاحف عندكم خالص. بس هي بقى المشكلة اللي بتصادفنا، الأمراض اللي ممكن لو احنا مربيين السلحفة غلط تيجي لها، زي برد مثلا، زي موضوع الديدان. انا سألتها قالت لي هي قعدت سنة كاملة كانت كويسة جدا، وفجأة اتفاجئنا بالديدان. ايه السبب؟ الله اعلم. فالله اعلم يعني. بس انا مبسوطة من السلحفة، اكمنها جريئة واخدت علينا على طول. يعني زي ما حضراتكم عارفين كده ان السلاحف المصري بتقعد مثلا من اسبوعين او من 10 ايام لاسبوعين لغاية ما بتبتدي تاكل.
اما هنا ما شاء الله يعني هي اكلت وكانت جريئة ومطلعة راسها كده. فانا بحب السلاحف الجريئة، وده ان ده يدل ان صحاب البيت كانوا فعلا مهتمين بالسلحفة. لان لو صحاب البيت كان عندهم مثلا اطفال وبيبهدلوا في السلحفة، فطبيعي رد فعل السلحفة الاولاني بتبتدي تدخل ايديها وراسها، بتاخد رد فعل لغاية ما تطمن خالص لاصحاب البيت دول، وتحس ان هم فعلا يعني مش هيأذوها ولا هيشيلوها ولا كده. عشان كده انا كنت دايما يعني دايما اي حد بيسألني بيقول لي احنا لسه شاريين سلحفة ورافضة الاكل، كنت دايما بقول لهم حسسوها بالامان. يعني ايه نحسسها بالامان؟ ان احنا نجيبها، ممنوع نشيل ونحط فيها، ممنوع اطفال يمسكوها، ممنوع تقع من على اي مرتفعات، لان الحاجات دي كلها بتخليها تاخد رد فعل ان هي تدخل جوه الصدفة بتاعتها وترفض الاكل لغاية ما تحس بالامان. تمام. انا ما بحسس على الصدفة بتاعتها او على رقبتها او الحاجات دي، انا بحسسها ان انا معاكي اهو، مش هأذيكي، انا يعني بحبك. فهي ايه، سبحان الله، برضو السلاحف بتحس والحيوانات بتحس يعني بالناس اللي بتتعامل معاها. يعني هي طبعا ما شاء الله، يعني انا بجد سعيدة جدا ان هي اتأقلمت على طول، وما شاء الله عليها، وابتدت تاكل من ايدي زي ما حضراتكم شايفين، ما خدتش وقت خالص. زي ما بقول لحضراتكم انا جايباها يوم 8/9 بالليل، حوالي الساعة 10 أو 10 وشوية كمان، والنهاردة 9/9. فلقيتها ما شاء الله ما شاء الله يعني جميلة، وبتاكل وبتتفاعل وبتتمشى ومفيش أي مشكلة. فأنا حابة أطمن طبعا، عشان أنا كلمت صحابها امبارح وهم كانوا زعلانين جدا، وجدة ميدو قالت لي ان هم عمالين يعيطوا جامد عليها، وان هي سابت فراغ جامد في البيت وكلهم زعلانين عليها وكده. فانا حبيت طبعا اصورها لكم واطمنكم واقول لكم هي ما شاء الله اهي بتاكل وطبيعية جدا اكنها عندي بقالها فترة، وهي لذيذة جدا. وان شاء الله هتشوفوها في فيديوهاتي، وان شاء الله بقى ابتدي معاها رحلة علاج الديدان بإذن الله، خطوة بخطوة كده، وربنا يتم شفاها على خير بإذن الله. أنا طبعا مش هينفع خالص إن أنا أدخلها على زقزوق وزقزوق أو زيزي أو كده، لا، أنا هفضل سايباها في كرتونة منعزلة لغاية ما أكمل لها الكورس بتاع علاج الديدان. تمام. وبعد كده لما اتاكد ان هي خفت، ممكن ابتدي ادخلها للسلاحف اللي عندي. وده طبعا نصيحة بنصحها لاي حد، اي حد يشتري سلحفة جديدة. يعني انا جايباها وعارفة ان عندها ديدان، اما في ناس بيجيبوا السلاحف وبيبقوا فاكرينها سليمة، لان زي ما حضراتكم شايفين كده هي بتاكل ونشيطة وكويسة وما فيهاش اي مشكلة. موضوع الديدان ده بيبقى داخل البطن، فمش بيبان خالص الا لو عملت براز او عملنا لها حمام ميه. ساعتها بنكتشف الموضوع ده. ففي الحالة دي لو احنا دخلناها على السلاحف اللي عندنا، للأسف الشديد هتعدي كل السلاحف اللي عندنا. فلازم نجيب سلحفة جديدة نعمل لها فحص شامل، زي ما انا عملت لزيزي قبل كده، وبعد كده نبتدي ندخلها على السلاحف بتاعتنا. طب يعني ايه فحص شامل يا مدام نانا؟ ان احنا طبعا بنخليها بنعمل لها حمام ميه، لان حمام الميه بيخليها تعمل حمام البراز. وفي الوقت ده بنكتشف، لان طبعا بتبان جدا في حمام الميه، بنصدر عليه كشاف الموبايل، وبعد كده بنتأكد بقى ان في ديدان، فبنبتدي في رحلة العلاج على طول. الموضوع سهل على فكرة، مش صعب يعني بإذن الله. طبعا الشافي هو الله في الأول وفي الآخر. فبس يعني كتير ما شاء الله السلاحف بتاعتهم كان عندها ديدان، ومشوا على الكورس اللي انا كنت شرحاه في اكتر من فيديو، وما شاء الله الموضوع جاب نتيجة معاهم. بس هي عايزة بس شوية جراءة، وعايزة حد بيحب السلاحف قوي عشان يستحمل طبعا المناظر اللي سوري يعني زي الديدان او البراز او الحاجات دي. يعني ربنا بقى ييسر كده الامور ويتم شفاها على خير. وبإذن الله انتظروها بقى في الفيديوهات اللي جاية وانا بديها العلاج. بصوا لذيذة ازاي انا عايزة اطمن طبعا صحابها ان هي ما شاء الله يعني كويسة جدا ومبسوطة. على فكرة انا كمان خدتها البلكونة وابتدت تتمشى، هوريكم دلوقتي. فضلت تاكل كتير ما شاء الله. بس انا طبعا عشان مش هطول على حضراتكم الفيديو، فهنا طبعا انا خدتها البلكونه، كانت لسه الشمس كده كويسه يعني. فلقيتها ما شاء الله بتتعامل وبتتحرك وبتتمشى وعايزه تتعرف على المكان. بتفكرني بزقزوق. زقزوق قعد يعمل كده اول يوم جبته،
كل واتحرك ومشي وكان أكنه حافظ المكان عندي. فهي ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله، يعني أنا مبسوطة إن هي جريئة وأخدت علينا على طول، فكده مش هتتعبني بإذن الله يعني. بإذن الله بإذن الله، لأن أكتر حاجة الواحد بيقلق منها إن السلحفاة بتقطع الأكل. فما فيش أي حاجة بقى بتجيب معاها نتيجة. طبعا هنهتم بالشمس وبالأكل وبحمام المية، وإن شاء الله بإذن الله انتظروني في فيديوهات أكتر وأكتر.